رجعنا لحضراتكم وفقرة كورة كورة، والنهاردة الفرح العالمي هيخلص وهنبطل نتفرج على كورة حلوة، كورة تملى دماغنا زي ما بنقول، وهنرجع تاني نتفرج ونشوف الكورة النص ونص والمباريات اللي يعني مباريات وتعدي. بتكلم تحديدا على كاس مصر الجريح، كاس مصر اللي الجمهور المصري مش هيعرف يشوفه او هيشوفوا ارضي بس، مفيش فضائي علشان البيع والشراء والحصري والكلام ده كله. الحقيقه يعني الكلام كتير قوي عن الكوره، لكن خلونا زي ما قلت كده في الفرح اللي النهارده ان شاء الله هيسدل الستار عنه، كاس العالم، بمباراه ولا اجمل ولا اروع طبعا، لان احنا هنشوف فيها القمه، قمه الكوره العالميه، وهنشوف مباراه ان شاء الله تسعدنا ما بين يعني الاثنين الفريقين يستحقوا لقب البطولة بدون شك، ألمانيا والأرجنتين. طبعا ألمانيا مسيرة رهيبة في البطولة دي، يعني توجتها ب7-1 في المباراة قبل النهائية مع البرازيل، والأرجنتين أيضا طبعا يعني سحقت كثير من العتاة في هذه البطولة، وعندها حافز ان هي تاخد او تنتزع كاس العالم على اكبر الاستادات البرازيليه. احنا طبعا عارفين الخلاف، او مش عايزين نقول خلاف، يعني الحزازيات اللي موجوده ما بين الارجنتين والبرازيل لزعامه كره القدم اللاتينيه. كل هذه الامور هنناقشها النهارده طبعا، ولازم هنتكلم عن هزيمتين متتاليين للبرازيل، يعني في سابقة أعتقد لم ولن تتكرر. 7-1 البرازيل منيت بيها أو مرماها مني بيها أمام ألمانيا، و3 امبارح في قبل النهائي أمام الطواحين الهولندية. 10 تجوان في مباريتين، عمرها ما حصلت متهيألي مع البرازيل. يسعد صباحك طبعا معانا الناقد الرياضي والمعلق الرياضي الأستاذ أمير نبيل اللي بيشرفنا دايما في كورة كورة. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا استاذ حازم والساده المشاهدين. وطبعا النهارده النهائي والحدث الكبير زي ما حضرتك بتقول يعني. هننبسط بس هنزعل اكيد طبعا، يعني هو هننبسط طبعا بالكوره، هنزعل ان الستار هيسدل. هو اكيد طبعا يمكن الكره الممتعه خلاص يعني انتهت، او يعني خلص فتره شهر استمتعنا فيها يعني نتائج جميله واداء رائع من المنتخبات كلها المشاركه. شفنا مفاجآت، شفنا كره فعلا ممتعه. يمكن لو حضرتك شفت مقارنه، يعني مش عايزين نحبط نفسنا شويه، لكن مقارنه بين الكره المحليه او الاجواء المحليه اللي احنا بنشوفها، تعالى حضرتك شوف المقاهي بتبقى ممتلئه ازاي في مباريات زي المانيا والبرازيل. تعالى شوف مباراه حسم اللقب بين الاهلي وسموحه مثلا في الدوري، يعني رغم اهميتها لكن ما كانتش بنفس الجماهيريه اللي كانت عليها مباريات ولا الاهتمام الجماهيري، ولا الاهتمام. يمكن بس عشان هي كانت يعني في توقيت مع مباريات كاس العالم. طيب انا بس عايز في البدايه كده تعليقك ايه على يعني ايه اللي حصل للبرازيل؟ يعني هي كانت ماشيه كويس في مبارياتها، ايه اللي حصل في اخر مباريتين؟ يعني كنا متوقعين على الاقل يبقى في مصالحه للجماهير البرازيليه على حساب هولندا، لكن فوجئنا برضو بنتيجه تقيله قوي على البرازيل 3-0. صحيح، يمكن البرازيل ما زالت بتعيش الصدمة بعد الخسارة 7-1. يمكن يعني أكثر المتشائمين في المنتخب البرازيلي ما كانش يتوقع أن منتخب بلاده ينال هذه الهزيمة الثقيلة. طبعا سير المباراة يمكن كان سيناريو غريب جدا، أن ألمانيا تتقدم 5-0 في 29 دقيقة. ده رقم قياسي، مفيش منتخب على مدار بطولات كأس العالم كلها قدر ان هو يسجل 5 اهداف في 29 دقيقه، يعني اقل من نص ساعه. كان حاله كل يعني 6 دقائق تراخي كان حاله تراخي غير معتاده للبرازيل. صحيح انها كان عندها غيابات، لكن مش معنى كده ان الاداء يظهر بهذا الشكل. لسه الجماهير البرازيليه مصدومه، يمكن كان في اعمال شغب وعنف حصلت بعد الخساره، وده يمكن نلتمس لهم العذر في كده. حتى الصحافه البرازيليه نفسها اتكلمت، يعني برضو ما زالت الصدمه بتاثر عليها، ويتكلموا عن ان ممكن يبقى في مؤامره من اللعيبه نفسهم. يعني معقوله يعني هي انا وصلوها الحقيقه لكده، مش بس مستوعبها. الانهيار ده يعني مسبباته فنيا انت بترصدها ازاي؟ هو فنيا اداء البرازيل في البطوله دي مش مقنع خالص، يعني خلينا متفقين، لكن مش لدرجه ان انا اخسر 7 يعني او 3
او ثلاثه، او في تحديد المركز يعني الثالث والرابع. خسر من هولندا. يمكن حتى مباراه هولندا امبارح ما شفناش المنتخب البرازيلي ما عندوش حلول، يعني حتى ما فيش، مش قادر يوصل للجون. يعني المنتخب الهولندي ما كانش فيه خطوره على مرماه بشكل يعني مؤثر. خسر ب3 أهداف، يمكن بصرف النظر عن مثلا ركله الجزاء ممكن يبقى عليها جدل شويه. لكن بشكل عام المنتخب البرازيلي ما قدمش كوره. فواضح ان كان متوقع ان ممكن يبقى في رد فعل اكبر شويه في مباراه هولندا، ان انا عايز اعوض وعايز اصالح الجماهير. لكن الحقيقه ما شفناش ده في الملعب. المدرب سكولاري يحاول يغير شويه من التشكيل، برضه يحاول يدي العناصر اللي هي ما شاركتش فرصه. خلاص هي بتبقى مباراه شرفيه، لكن في النهايه لما بختم بطوله بالمركز الثالث يعني افضل من الرابع اكيد. وحتى لو كانت بهزيمه يعني ما تكونش هزيمه تقيله كده. طيب النهارده توقعاتك ايه للنهائي؟ وانا عارف توقعات صعبه جدا، والفريقين حاشدين كل طاقتهم للقب، سواء اللقب الثالث للارجنتين او اللقب الرابع لألمانيا. يعني في رغبه شديده جدا وامل شديد جدا، في حين سياسيا لقينا رئيسة الأرجنتين بتعتذر عن حضور النهائي كالبروتوكول لأسباب يعني طبعا البعض بيفسرها بكذا طريقة، إنما المعلن إن هي عندها وعكة صحية. صحيح. يعني أنت شايف طبعا الجماهير البرازيلية كلها هتشجع الماكينات على الرغم من إن هم شالوا منهم 7، لكن نكاية في الأرجنتين. يمكن صحيح، يمكن الحته اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها بخصوص الحساسيه بين جماهير البرازيل والارجنتين دي واضحه من بدايه البطوله. برضو المقارنات دايما في كل وقت وفي كل اوان بين مارادونا وبيليه، مين افضل لعيب على مستوى القرن او افضل لعيب في التاريخ. فده يمكن يخلي فيه حساسيه شويه في المباراه النهائيه. لكن برضو الجماهير البرازيليه مش ناسيه ال7 يعني، فتقيل عليها شويه. فممكن يبقى فيه نوع من الانقسام، وان كانت برضو الاغلبيه برضو مش هتشجع الارجنتين، يعني مش هيبقى عندها ميل للارجنتين. طبعا هيشجعوا المانيا. يمكن يعني هي زعامه الكره في امريكا اللاتينيه دايما ما بين البرازيل والارجنتين. فلما يبقى عندي المنتخب الارجنتيني ياخد بطوله وفي البرازيل هتبقى صعبه شويه، وعلى ملعب الماراكانا كمان يمكن. يعني ده بيعتبروها ان الارجنتين ده الدافع الرئيسي ليها ان هي تنتزع الكاس. صحيح. على هذا الاستاد. صحيح. يعني توقعاتك ايه؟ هو انا ميال لالمانيا شويه يعني. المانيا يعني يمكن مش بحكم النتيجه الكبيره اللي حققتها على البرازيل، لكن بشكل عام المانيا ما تقدرش تقول فيه نجم فريق، الفريق كله هو النجم. ده اللي بيميز المنتخب الالماني. يمكن الاعتماد في الارجنتين شويه على تحركات ميسي، ممكن هيجوايين الى يعني في بعض الاوقات ماسكيرانو في وسط الملعب، لكن بشكل عام المنتخب الالماني يمكن حتى في اجواء المعسكر عندهم في تركيز شديد جدا وفي تفاؤل حتى يعني كمان. تمام. طبعا المفروض ان احنا نتكلم شويه عن الكاس والمباريات القادمه. احنا في يعني مباريات هتلعب الاسبوع ده ان شاء الله، انما للاسف الوقت خلص، وخلينا ننبسط وفقط نتعايش مع بنستمتع باجواء كاس العالم. والحد الجاي ان شاء الله حضرتك هتبقى معانا نتكلم عن الكاس بقى براحتنا ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي والمعلق الرياضي استاذ امير نبيل، تحياتنا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل وهنعود لحضراتكم بفقرات متتاليه ان شاء الله مع حضراتكم. لسه عندنا فقرات في يسعد صباحك.